السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. حبيت نقدم لكم هاد الكبة المشوية على طريقتي أكيد. هاد الكبة يعني يديروها السوريين، درتها أنا اليوم طريقتي وبحاجة يعني حاجة ديفيرون، يعني حاجة جديدة ما طيبتهاش في الدار، طيبتها برا. صدقوني جات بنينة ترمو بنينة، جات خير من تاع المطاعم اللي نروحو ناكلو عندهم تاع السوارة. نتمنى من قلبي تجربوها هاد الوصفة وتعطوني رايكم فيها. وبالنسبة إلى المقادير واش نحتاجو، عندنا كمية تاع البرغل، أنا درت 500 غرام يعني درت نص كيلو. عندي حبة بصل متوسطة الحجم، عندي اللحم المفروم، أنا شريت بقري ماشي غنمي، على خاطرش لو كان تشرو غنمي راح يكون فيه نسبة الدهون عالية بزاف وراح يطلق الزيت تاعو. دونك انا خيرت بقري، جبت 300 غرام تاع اللحم المفروم مع 500 غرام تاع البرغل. البرغل كي تشروه ما تشروهش خشن، شروه رقيق. انا الحاجه الاولى اللي حنديروها راح نشمخ البرغل تاعي، يعني راح نشمخو كيما طعام، نشمخو نصفي له كامل هذاك اللي خرج من البرغل، نرمي الماء ونخليه ينشف كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا راهو طلع كامل من الفوق هذاك الزايد تاع البرغل، وهاوليك بعد ما نحيت له الماء. انا لهنايا واش راح ندير، راح نخليه ينشف من الماء تاعو كامل تماما، نخليه ماكسيموم 2 سوايع هكا باش نقدر نخدم به آلاز. شوفوا كان ينعصر راه يخرج كامل هذاك الماء، لازم تصفيوه كامل من هذاك الماء، من بعد تخليوه ينشف على راحته. بعد ما نشف لنا مليح البرغل، شوفوا كيفاش ولا البرغل، قلت لكم يعني كيما طعام. بعد ما تنفخ لنا البرغل تاعنا ونشف، راح نديرو عليه شويه تاع الملح اكيد، ونجيب هذيك البصل تاعي ونروح نجيب اشوار، راح نرحيهم كامل، راح نرحي كامل هذيك لا كونتيتي تاعي تاع البرغل مع الحبه تاع البصل، يعني راح ندخل شويه بشويه في الاشواغ. ما نديش انايا اشواغ كبيره، هذه هي الكبيره اللي متوفره في المنزل، راح ندير شويه بشويه حتى نكمل كامل لا كونتيتي. هاوليك القوام اللي نتحصلوا عليه، راح نكمل كامل لا كونتيتي. بعد ما كملت كامل لا كونتيتي قعدنا اللحم المفروم، واش راح ندير، راح كيف راح ندخلو داخل الاشوار ونعاود نرحيه مليح، يعني تتبعوا طريقه كيفاش راح ندير. من بعد واش ندير، راح ندير كلش هذاك البرغل واللحم كيف كيف ونعاود نرحيهم مليح بالباطور، راح ندير عليهم شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع الملح باش يسهل عليا المهمه. يعني هذه طريقه راح تخرج لكم نفس المذاق ونفس البنة تاع الكبة السورية اللي ناكلوها من عند المطاعم. وهاوليك القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، روح نحيوه من بعد من الخلاط الكهربائي، وراح نكمل نعاود نعجمهم بيدي. انا لهنا جاتني لا كونتيتي بزاف كبيره، واش راح دير تحت قسمت العجينه تاعي على نصفين. وهذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. باش تجيكم الكبة تاعكم مليحة، لازم تعجنوها هكايا، العجينة تاع الكبة لازم تنعجن، يعني السر كامل راهو في العجين، باش الكبة تاعكم كي طيب ما راحش تكسر ولا راح تتفتت معاكم في الشوايه. وباش تعرفوا بلي العجينه تاعكم ولات ناجحه، شوفوا كي ديروا هكا بيدكم، يعني بصبعكم هكا تدوروا كيما الكبايه اللي نورمال تجيكم مليحه، ثم هنايا تعرفوا بلي العجينه راهي بجا.
في مقله واش راح نديرو شويه تاع الزيت، راح نديرو شويه تاع لا فيوند هاشي، نديرو عليه الملح الفلفل الكحل كي. وفي الحشو اختياري، اللي حب يدير الغنمي اللي حب يدير البقري. هنايا ما نحبوش الغنمي درت بقري. هي في الصح تجيب الغنمي وتجي زايده فيها الشحمه تاع الغنمي لازم تكون. بعد ما يطيب لنا لا فيوند هاشي تاعنا واش راح نديرو، راح نجيبو هذيك حبه تاع البصل، يعني قيس لا فيوند هاشي اللي عندكم، قيس الحبه البصله اللي تتوالم مع لا فيوند هاشي. الا درتو كونتيتي كبيره راح ديروا حبه بصله كبيره، ولا درتوها كيما انا شويه راح ديروا حبه بصله صغيره يعني متوسطه. انا رحت رحيتها في الاشواق حتى ولات لي كيما راكم تشوفوا هاد القوام، وزدت عليهم غرفه تاع فلفل عكري وبديت نخلط. وكي طيب لنا كامل هاد لا فيوند هاشي مع البصل، انا لهنا عندي الجوز راح نزيد نحمصهم كيف مع الفيوند هاشي تاعنا. واللي عنده اكليل الجبل يدير اكليل الجبل، يعني كبه معروفه تاع سواره يديروا لها الاكل الجبل ولا الجوز. يعني تحبوا ديروا المكسرات تحبوا ما ديروش. انا لهنايا درت شويه جوز باش يعطيني المذاق بنين. لهنايا راح جبت هذيك العجينه، انا يا ما نكذبش عليكم انايا العجينه وجدتها ليله من قبل، يعني بيتها في الفريجيدال وغدوه من داك خرجتها وبديت ندير فيها دوائر بهذا الشكل. يعني تبعوا صوره راح تشرح نفسها. لهنا راح ندير معاكم حبه باش تعرفوا كيفاش راني ندير هذوك الدوائر. يعني اللي عنده حاجه مدوره كاس يكون شويه كبير، ولا حاجه مدوره هكايا تاع بول تاع شوربه ولا اي حاجه مدوره يقدر يستعملها باش يطبع بها. من بعد بنفس العجينه اللي قعدتنا راح نزيدو نديرو عليها دائره واحده اخرى. لهنا بعد ما كملت هذوك الدوائر طبعتهم راح ندير الحشو تاعي. شوفوا كيفاش الحشو تاعي راح نديرو، يعني قد ما تكتروا قد ما تجيكم الكبه تاعكم محشيه ملاح، يعني تكون معمره. وبالنسبه الى باش نغلقها، انا لهنايا نسيت باش نوريكم باللي شمخت يديا شويه بالماء باش تسهل عليا المهمه. يعني يكونوا من داك شمخوا شويه تاع يديكم وغلقوا الكبه تاعكم مليح. راح نكمل باقي الكبه اللي قعدت لي. بعد ما كملت كامل حبات التوعي، لهنايا خرجنا ورحنا لواحد المنطقه معروفه بزاف ومعروفه بالمناظر الخلابه تاعها، اللي هي شريعه جبال الشريعه اللي جايه في ولايه البليده المعروفه بمدينه الزهور. نخليكم تستغلوا هذا الخرجه معنا. Quasi bist du Hotline, so. طلع شو تمشي وتاكل.
باش نشوف انا نهضر. ماشي نضرب شغل. كيف نريح يلا. ندخل يا انا لهنا كنت مره على مره نقلب فيهم باش ما يتحرقوليش فوق الفحم. هذه هي الوصفه تاعي، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما عليا غير نقولكم بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. نلتقي في فيديوهات اخرى ووصفات متنوعه ان شاء الله.